من يوم 7 أكتوبر مجموعة قليلة قوي من الناس اللي كانت عاقلة وشافت إن ده بداية كارثة. الحمد لله أنا كنت من الناس العاقلين دي. من يوم 7 أكتوبر وإحنا شايفين إن اللي بيحصل ده لا مقاومة ولا هو شغل بطولة، دي مصيبة سودة. وقد كان من يوم 8 أكتوبر وابتدى الدعك اللي احنا مستمرين فيه لحد النهارده 1 نوفمبر. فيطلع علينا امبارح السيد موسى ابو مرزوق من حركه حماس، مذيع لطيف بيساله بيقول له انتوا عملتوا 500 كيلو انفاق، ال 500 كيلو انفاق دول وانتوا بتعملوهم ما عملتوش مخابئ للمدنيين تحميهم من رد الفعل؟ الباشا رد بمنتهى اللطافه ويعني عادي يا جماعه في ايه؟ قال لك اولا الانفاق دي احنا بنعملها لحمايه المقاتلين بتوعنا من قصف الطيران، دي مش معموله للمدنيين. والمدنيين والكل يعلم ان 75% منهم لاجئين، انا مش عارفه لاجئين منين والله، يعني هم مش فلسطينيين، ما عنديش فكره والله. 75% منهم لاجئين، ودول مهمه الامم المتحده ويقع مسؤوليتهم على الكيان الاسرائيلي. تصريح ما يطلعش من نتنياهو ذات نفسه. يعني نتنياهو قال لك حماس بتستخدم الناس كدروع بشريه. دروع بشريه يعني انا اوقفك انت وانا في ظهرك، ممكن انا اتصاب معاك. لا، ده انتوا حتى رحتوا ما هو ابعد من انكم عاملين لهم دروع بشريه. لا، انتوا مش عايزين اصابات عندكم اصلا، انتوا مستخبين جوه الانفاق والناس بتباد من فوق. اي بطوله بتتكلموا عليها، فين البطوله؟ فين البطوله؟ وابو عبيده بتاعك ابو نقاب ده الله اعلم هو اصلا قاعد في غزه ولا لا. البطوله كنت تشوفها في سينا، دي البطوله. البطوله اني قبل ما اعمل اللي عملته يوم 7 اكتوبر والناس تسقف لي وتهلل لي ويفرحوا بيا، ابقى مأمن المدنيين. جيش مصر لما جه قوم الارهاب وفي حربه ضد الارهاب في سينا كانوا بيعملوا القذارات دي، ما اصل الطينه من الطينه واللته من العجينه، مستخبيين في انفاق وعاملين برضو المدنيين المصريين اهل سينا كدروع بشريه. فالجيش المصري كان قدامه حاجه من اتنين، يا يخلي الناس دي ويدعك يا يبيد كله. لكن هنا تبان عقيده الجيوش وتفرق عن الميليشيات والمرتزقه. الجيش شال الناس طلعهم، قال لهم معلش بقى اصبروا معانا شويه، اتفضلوا وسيبونا بقى مننا ليهم. في مواجهه الجيش المصري واجه عقيده جيش عنده المدنيين اهم من انتصاره، وعقيده ميليشيا عايزه ورق تضغط بيه حتى لو كان عشرات الالاف، ما بين جريح ومشرد وقتيل، ما بين مليون حاجه، معظمهم اطفال وستات. الخسه والنداله تجسدت في تصريح ان 75% منهم لاجئين ودول مسؤوليه الامم المتحده والكيان الصهيوني. يعني انا في حياتي ما شفت كده. فلما تيجي بقى تكلمني عن البطوله، لا تعالى انا اكلمك بقى، تعالى انا اكلمك عن جيش عمل بطوله وخلص على الارهاب، وفيلم الانفاق ده قفلناه من بابه اللي الكيان مش عارف يقفلها لحد دلوقتي. فنرجع تاني لنفس النقطه، محدش يهوب من سيره اسم مصر، عشان مصر اعلى بكتير قوي من اللي انتوا بتعملوه ده ومن الخيابه اللي انتوا بتعملوها دي. حماس انا بيني وبينهم عداء شخصي، وابو عبيده ده لو ذكر يجي لي. انا ما نسيتش مين اللي دخل من الانفاق في ثوره 2011 فتح السجون وبهدل الدنيا. انا ما نسيتش اما عملوا عرض عسكري مغاوير كتائب مش عارفه ايه، كتائب القسام تقريبا في 2013 لما عزلنا الاستبن وقالوا لك احنا هنيجي نطلعه واحنا مستعدين نعمل ونسي. يا عم استعد لغزه طيب. بعد كده اما دخلوا من الانفاق قتلوا خيرة شباب مصر، خيرة رجالة مصر. فانا دول عندي عداء شخصي معاهم،
فما بالك باللي هم عاملينه دلوقتي بقى ومتسببين فيه من المدنيين، ويطلع يقول لك اصل دي مش مسؤوليتنا. وبيزعلوا اما يتقال عليهم جماعه ارهابيه. امال هم يعني ايه؟ انا مش عارفه يا استاذ زين انت بتقول بلاش مش وقته دي على ايه بالظبط، بس غالبا انت قصدك بلاش مش وقته اهاجم حماس. فيا استاذ زين، لما يبقى الناس بتموت في العماره الواحده اللي بتدك 400، لا وقته. لما تعملوا منهم ابطال، لا وقته. لان انا ما شفت لهمش لحد دلوقتي اماره، لا شفتهم حموا مدنيين ولا شفتهم عملوا حاجه. وبعدين يقول لك ايه، احنا مش عايزين منكم غير تدخلوا لنا الدواء والميه. انت ما تتامرش، انت ما تتكلمش باسم الناس اللي في غزه، تخلص خالص. واي حد هيقول لي بلاش مش وقته ولا حمله تأدب بتاعتكم دي، لا عيشوا يا جماعه، عيشوا، لان الوضع ده مستمر، احنا مش هنموت. الشعب المصري بيدفع فاتوره وبيتحاسب على حاجه هو ما عملهاش. ما تحاسبوش وما تخلوش حد يبتزكوا.